اهلا بيكم. قبل ما ابدا الفيلم احب اقول لك ولاول مره في تاريخ السينما الهنديه اشوف فيلم واحد بيتكلم بكل مصداقيه عن الظلم والانتهاكات اللي بيتعرض لها بعض الاقليات ومن ضمنهم عائلات مسلمه بسيطه. ده بيخليك تحس بكل لحظه وتعيش المأساة اللي هم عايشينها. كمل معايا للاخر وهتشوف واحده من اقوى واجمل الافلام الهنديه اللي نزلت السنه دي. يلا بينا. بيبدا الفيلم مع عائلات مسلمه بسيطه بيهربوا من بيوتهم بسبب جماعات متطرفه وبتهجم عليهم، وكل ده بسبب اختلافهم الديني. وبنشوف راجل بسيط اسمه محسن غلبان كده وعلى قد حاله واخد عيلته وبقيه الجيران وبيهربوا من المنطقه اللي هم عايشين فيها قبل ما الهندوس يخلصوا عليهم. بس للاسف ابنه الكبير ملحقش يهرب معاه وبيتصل عليه ولسه بيقول له انتوا فين علشان احصلكم. بنشوف واحد من الجماعه المتطرفه دخل عليه المحل وبيخلص عليه، والراجل يا عيني بيتصدم اول لما بيسمع صوت ابنه وهو بيطلع في الروح. وبنشوف ابنه التاني اسمه زياد طفل صغير وهو بطل فيلمنا واللي هيخليها نار ودمار على الكل. بص لابوه وفهم ان في حاجه وقال له ابويا مالك كده وشك قلب مره واحده، هو اخويا مسعود حصل له حاجه؟ فالراجل كدب عليه وقال له هو كويس يا ابني وبلاش انت تشغل بالك، مع ان ملامح وشه بتقول عكس كده تماما. وبص لمراته وهي على طول فهمت ان ابنها مات وفضلت تقول في سرها انا لله وانا اليه راجعون، وعماله تبص على مرات ابنها الحامل واللي لسه ما عرفتش بخبر موت جوزها. المهم بعد كده بيروح عند بيت ست بركه وشكلها كده محترمه جدا، وعلشان هي طيبه فبتاخد شويه من الناس الغلابه وبتقرر انها تخبيهم في مخزن قديم ورا القصر بتاعها. وفضلت تبص لمحسن ولقت الدموع ماليه عينيه بسبب حزنه على موت ابنه، فبتقول له يا محسن يا ابني اوعى تفكر ان الدين بتاعنا بيأمرنا بقتل الناس اللي على غير ديننا وانتم مسلمين، لكن انتم بالنسبه لي من انضف واطيب الناس في القريه دي كلها. وعايز اقول لك ان اللي هما بيعملوه ده اسمه بلطجه وارهاب، والارهاب لا دين له ولا وطن، وكلها على بعضها مصالح سياسيه. وشويه البلطجيه دول عباره عن قطع شطرنج بيحركوهم زي ما هم عايزين. اما بقى زياد برغم ان هو سنه صغير بس كان باين عليه فهم كل حاجه واتأثر جدا بكلامها. والناس الغلابه اول لما دخلوا المخزن بنشوفهم قد ايه ان هم لا حول لهم ولا قوه ومغلوبين على امرهم. والمصيبه ان اغلبهم ستات ورجالتهم هم اللي راحوا ضحيه بسبب البلطجه والافعال الغير انسانيه. اما بقى محسن فكان عمال يدور على اي مخرج بحيث لو الجماعات دي هاجموهم مره تانية يقدر يهرب في اسرع وقت، لكن يا دوب في وقتها بيسمع صوت عربيات بتوع نفس الجماعات المتطرفه بيقربوا عليهم وقلبين عليهم الدنيا. والحراس بتوع القصر بيطلعوا يقفوا قدام البوابه وبيرفعوا الاسلحه عليهم وبيستعدوا للحرب. وطبعا محسن رجع تاني جوه القصر وعرف ان الهندوس مش هيسيبوهم في حالهم غير لما يصفوهم كلهم، وراح مصرخ باعلى صوت وقال لهم اقفلوا كل الشبابيك والابواب حالا. وبالفعل هو ده اللي بيحصل. وهنا بتبدا العركه الكبيره علشان الجماعه دول بيقتحموا بوابه القصر بالعربيه بتاعتهم وضرب نار بقى من هنا للصبح، نازلين قتل ودمار والاتنين عمالين يدبوا في بعض. لكن في الاخر الجماعه المتطرفه هم اللي خلصوا على الحراس وبيقتحموا القصر، وبتبدا اكبر مجزره بابشع الطرق وحاجه كده انا ما اتمناهاش لألد اعدائي، علشان نازلين قتل بالسيوف على الستات والاطفال، وبتبقى حرفيا اباده جماعيه ما بيرحموش حد ولا ناويين يسيبوا اي حد عايش. وبيولعوا النار في القصر وبيقطعوا الكهرباء وبتكون ليله سودة جحيم مستحيل يتنسي. وفي اللحظه دي بنشوف محسن الغلبان بياخد اولاده الاتنين زياد واخوه الصغير زهير وبيربطهم في بعض، وكمان بيربط بق ابنه الصغير علشان ما يعملش اي صوت، وبيخبيهم جوه صندوق خشب وقال له اسمع يا زياد وركز معايا في الكلمتين دول، مهما حصل اوعى تخرج من هنا حتى لو شفتني وشفت كل عيلتك بيتقتلوا قدامك. وبنرجع تاني للمجزره اللي شغاله وبيظهر في وسط الجماعه المتطرفه واحد ما عندوش اي رحمه والقائد بتاعهم راج، ودخل في وسطهم كده دخلت معلمين لحد ما بيلاقي صاحبه القصر قدامه وبتقول له ايه اللي انت عملته ده يا كافر؟ قال لها يعني انت عايزه تعرفي الحق والمستحق يا خالتي؟ طيب بسيطه انا هقول لك. وهوب راح مديها واحده كلاشينكوف وطلقه في نص دماغها وبيخلص عليها وقتي. وبيطلع المساعد بتاعها واحد خاين اسمه منى علشان هو اللي اتصل بيه وعرفه ان هي مخبياهم في المخزن بتاعها. وبعد كده بنشوفهم داخلين زي البهايم وقدروا انهم يدخلوا المخزن اللي فيه المسلمين. وما اقولكش بقى اللي بيحصل عباره عن بحر دم ومش هقدر اوصف لكم المنظر ولا هبينه، وكأن الرحمه اتشالت من قلوبهم. كل ده كوم والكلب اللي اسمه منى ده كوم تاني، علشان في وسط المجزره دي بتعجبه واحده والست دي تبقى مرات مسعود اخو زياد الكبير وكان عايز يعتدي عليها. كل ده وهي حامل. طبعا الطفل الصغير زياد شايف كل اللي بيحصل في مرات اخوه الكبير وفي امه وابوه وكل عيلته، وكان هيموت من الخوف والعياط لحد ما خلصوا عليهم كلهم والعدد
كان كبير جدا، واللي معظمهم اطفال وستات، لحد ما بيشوف الست العجوزه دي اخت صاحبه القصر، وواحد منهم قال لهم سيبوها، دي واحده غلبانه وهتقضي ايام وهتموت. بس هي بقى بتكون شجاعه وقلبها مات. ده الشجاعه بتقول له انت الرجوله ما عدتش عليك ولا على ابوك وعلى كل اجدادك، علشان عملت راجل انت وشويه الجرابيع اللي معاك على شويه اطفال وستات غلابه. واحب اطمنك يا راج، اوعى تفكر اللي انت عملته فينا ده ما حدش شافه والموضوع هيعدي بالساهل. لا، هو شايفك دلوقتي وصدقني مش هيسيبك، وبوعدك ان هو هيوريك عذاب السنين زيك زي اي كلب من كلاب الشوارع، وهينتقم منك اشد انتقام. شئت ام ابيت نهايتك جايه على ايديه. وعماله بتخبط بايديها على الصندوق، وبنعرف ان هي بتقصد الوحش زياد، وهو الوحيد اللي قدر يهرب مع اخوه زهير وبيبعد عن القصر. وقال لاخويا انا خلاص ما بقاش ليا في الدنيا دي حد غيرك، وانت مالكش اي حد غيري. ولسه هيقول له هجيب لك اكل وهتصرف، لكن لا، اخوه ما بينطقش، فبينزله من على ظهره وبيتصدم صدمه عمره علشان بيلاقي اخوه غرقان بالدم، وده بسبب ان هو اخد رصاصه في وسط المدعكه والمجزره اللي حصلت جوه. ولسه بيرفع عينيه بيلاقي الهندوس بيولعوا في القصر بالجثث اللي فيه علشان في الاخر تبقى موت عاديه، فبيعيش اسوأ يوم في حياته وكميه وجع ما يتوصفش. وعشان كده الواد بكل قهر بيصرخ صرخه بتهز الارض كلها. وبتعدي ايام وايام، وبنشوف جماعه ارهابيه دورها انها بتستغل المواقف دي، لانهم بياخدوا الاطفال دول وبيعملوا لهم غسيل دماغ علشان يطلعوهم ارهابيين زيهم. وبنشوف زياد كان من ضمن الاطفال دي، فبيرحلوهم في عربيه وماشيين في الطريق، وهوب العربيه بتقف والاطفال بيسمعوا صوت ضرب نار في كل مكان. وبنعرف ان في جماعه تانية هم اللي خلصوا على كل الارهابيين دول. وبنشوف بطل فيلمنا التاني ابراهام، وبياخدوا كل الاطفال على المعسكر بتاعهم. وبعدها بنشوف ابراهام سمع كل حكايه زياد اللي تعاطف معاه، ورجع على القصر واخدوا كل جثث عيلته وبقيه المسلمين ودفنوهم كلهم. وبعدين بيسالوا زياد يا ابني انا عايزك تقول لي انت عايز تعمل ايه وانا اللي هساعدك. وزياد سمع الجمله من هنا وقال له جمله واحده: الانتقام، الانتقام وبس. وبعدين بتعدي سنين وسنين، وبنروح لشاب اسمه شانكر، وهو بيكلم مع واحد من المخابرات السريه اسمه ارجون، وبيساله عن راج، وبيقول له هو ليه مهتم بالولايه بتاعتنا قوي كده الفتره دي. فبيقول له اكيد ما عنديش خبر، ولو انت عرفت اي حاجه عن راج تبلغني فورا. وبنعرف انهم بيتكلموا عن راج، هو نفس السفاح اللي خلص على الناس الغلابه في اول الفيلم. وفي الحزب بقى بنلاقي الدنيا مقلوبه علشان رئيس الوزراء ماشي بدماغه وبيديهم اوامر وبيعاملهم على انهم عبيد عنده، والمفروض انهم يقولوا له امرا وطاعا يا مولاي. وبنعرف ان رئيس الوزراء اسمه جان، واخد منصب رئاسه الوزراء من بعد ما ابوه ما مات. وجان ده بقى على الله حكايته ومش فاهم اي حاجه عن اي حاجه. وبنروح لمكان تاني وبنشوف بنت جميله اسمها رانو، ودي تبقى اخت رئيس الوزراء ومعاه في نفس الحزب وبتساعده في كل حاجه. واللي بعد ما بتخلص الاجتماع بتاعها لقت الدنيا مقلوبه عليها، والكل بيسالها عن الاشاعات وبيقولوا لها هي فعلا الاخبار اللي احنا سمعناها عن اخوك دي حقيقه ولا لا، وايه موضوع الانتخابات اللي هو هيعمله ده. والبنت بتتصدم وما بتبقاش فاهمه اي حاجه، فبتسيبهم وبترجع البيت. وبنشوف اخوها رئيس الوزراء جان، واللي كان صغير في السن واخد منصب رئاسه الوزراء بالحب كده من بعد ابوه ما مات. ومش بس كده، ده كمان مسك الحزب بتاعه، والدنيا عندهم ماشيه بالسلطه والمحسوبيه، ويمكن يتاتى من الخيار اتى. وبعدها بيتكلموا مع بعض شويه وبتحكي له عن اللي هي سمعته، فقال لها مش مهم وده مش موضوعنا، والمهم دلوقتي انا عايزك تعرفي ان انا بكره عامل مؤتمر صحفي وكبير جدا وهعلن فيه عن حاجه مهمه قوي، ويا ريت بقى بلاش تساليني ايه هي الحاجه اللي هعلن عنها بكره، لان مش هينفع ابلغك دلوقتي، بس اتمنى ان انت تقفي جنبي وتدعميني، مش زي كل مره تقفي ضدي وتهاجمي فيا. فبتقول له والله يا جان يا اخويا على حسب، ومن الاخر كده احنا مش شبه بعض، انت دماغ وانا دماغ تانية، ولو اللي انت هتعمله ده هيعجبني هتلاقيني معاك واقفه في ظهرك، لكن لو ما عجبنيش اكيد انت عارف انا هعمل ايه. بس ممكن يعني اسالك سؤال واتمنى ان انت ترد عليا، هو انت ليه بتكره بابا قوي كده مع انه راجل محترم والناس كلها بتعمل له الف حساب، لكن هو مردش عليها وسابها ومشي. وفي اليوم اللي بعده بنشوفه وهو عامل مؤتمر صحفي، واللي بيكون عامله يوم تاريخ وفاه ابوه، وبدا كلامه بكلام انشا من اللي احنا عارفينه ومتعودين عليه من اي حد مسؤول، واللي هو يعني انا عملت وسويت ووعدت ووفيت وزي ما اخدت الديت. وفي الاخر قال لهم انا مش هنكر ان انا مسكت المنصب ده علشان انا ابن ابويا، والناس كلها قالوا عليا ان انا جيت هنا بالواسطه والمحسوبيه، بس انا جاي النهارده علشان افاجئكم كلكم ايها الساده، انا بقدم استقالتي ودلوقتي على الهوا، ومش من الوزاره بس، ده من الحزب كله. والمفاجاه التانيه ان هعمل حزب خاص بيا انا متفصل على مقاسي وبعيد كل البعد عن حزب ابويا، واللي مش عاجبه يشد في
في حواجبه. وطبعا الخبر ده قلب الدنيا، واللي كان قاعد وقف واللي كان نايم صحي، والناس كلها مستغربين من اللي هو قاله. بس الموضوع بقى ما خلصش لحد هنا، لا ده المفاجأة الكبيرة، بيوصل شريكه التاني في الحزب الجديد، واللي هو مين بقى؟ ايوه يا صديقي، السفاح راج اللي عمل مجزرة في اول الفيلم، واللي دلوقتي بقى ماسك منصب كبير قوي في الدولة، وماشي على يمينه حراس وخدم وحشم وليلة تانية خالص. وهنا بقى بنشوف شانكر سمع الاخبار وشاف التعاون والحزب اللي هيتم ما بين السفاح راج والعبيط اللي اسمه جان. قال لك لا بقى، دي كده البلد بقت سايبة وملهاش كبير، وشكلنا كده هنلبس في حيط. وبنشوف شانكر دماغه بتلف وعمال بيدور على واحد اسمه ستيفن، وقالب الدنيا عليه بس هو مش لاقيه. واخر لما زهق بيقرر ان هو يطلع لايف على اليوتيوب ويتكلم عن السياسة والاحداث اللي بتحصل بمنتهى الصراحة والجراءة، وما خافش من اي حد، زي كده الاعلامي الكبير بتاعنا احمد موسى. المهم في اخر اللايف بدأ يناشد بستيفن ويقول له انت فين يا عم، محتاج اشوفك ولازم تظهر في اقرب وقت علشان تنقذ ارضنا وعرضنا من شوية الهطل والسفاحين اللي هيودونا في داهية. والسؤال بقى هنا، مين هو اصلا ستيفن ده؟ وانا بقى مش هقول لكم عليه، خلوها مفاجأة. وبعد كده بنروح لاكبر عصابة مخدرات في افريقيا، ودول بقى بيتاجروا في كل حاجة واي حاجة، مخدرات واسلحة وتجارة اعضاء، وبيتاجروا في اي حاجة عيب وحرام. وبنعرف ان في وسطهم موجود ضابط امريكي اسمه جاك، والشخص ده متخاذل جدا وداخل معاهم في اي تجارة بيعملوها. وبنشوفهم وهم بيجهزوا علشان يهربوا البضاعة، فجاك قال لهم لا استنوا، انا عايز أأمن نفسي ولازم حد فيكم دلوقتي يربطني علشان لو اتكشفنا يبان انها عملية خطف وتعدي زيها زي اللي قبلها. وفي نفس الوقت بنشوف قاعدة من القواعد الامريكية لما عرفت اللي حصل ما بتسكتش، وبتبعت لهم اسطول عساكر بقيادة الكابتن جينا، ودي مش اي ضابط، دي معروف عنها انها ما بترحمش، والمفروض انها الكوماندوز اللي شغالة في المنطقة دي، اللي حضرت نفسها وجابت القوات، وهوب راحت واقفة في نص الطريق ومستنية العصابة علشان بقى تدخل في اكشن معاهم، والدكر فيكم يوريني نفسه. لكن هنا بيحصل عكس المتوقع تماما، علشان اللي حصل الدراع اليمين بتاع زعيم العصابة دخل بالعربيات في نص الصحراء علشان ما يمشيش في الطريق الرئيسي، لانه كان عارف ان الحكومة الامريكية مش هتسيبهم في حالهم وهتطلع عين اللي جابوهم. والظابط جاك بقى اول لما لقى العصابة دخلوا في نص الصحراء قال لهم بلاش، اسمعوا مني، احنا كده داخلين في خطر. لكن هم مكملين وما سمعوش الكلام، وهوب مرة واحدة لقوا عربية من العربيات بتاعتهم بقت عبارة عن نار ودمار، وبتطلع عليهم طيارة حاجة كده فول اوبشن وفيها سلاح حديث بيضرب مليون رصاصة في الثانية الواحدة. ولسه افراد العصابة ما لحقوش يرفعوا الاسلحة بتاعتهم والرصاص بينزل عليهم زي المطر. ومش بس كده، ده حتى عربيات البضاعة ضربوا عليها صواريخ ودمروهم تماما، اتدشملوا، وكل افراد العصابة بقوا متكومين على الارض، والكل راح في داهية ما عدا جاك واخر واحد من افراد العصابة. وهنا بينزل الوحش بتاعنا، نازل من الطيارة وحاجة كده عظمة على عظمة في منتهى الفخامة، الجامد جمدان واللي ملوش وصف او عنوان، الوحش ابراهام. والظابط جاك بقى اول لما شافه في ثانية الا ثانية قلب قطة وقال له باشا البشوات كلها ابوس ايديك سيبني، انا ماليش دعوة بالناس دول هم اللي خاطفيني واخديني معاهم رهينة. وابراهام بقى بيسمع الكلمتين دول وبيرفع السلاح على زعيم العصابة، وهوب ضرب الطلقة لكن مش فيه، بيجيبها في جاك وبيعرف ان هو بيحور عليه، ومع السلامة انت يا شبح. وبعدها بيتصل على زعيم العصابة واللي كان اسمه كابونجا وقال له اسمع يالا، انت نهايتك هتبقى على ايدي، واقعد في اي حتة ناشفة علشان ما اقلبكش بطة بلدي واخلص عليك وعلى اللي جابوه. فالراجل بيتجنن زيه زي اي حد وعمال يقول له انت مين وازاي تكلمني بالشكل ده يا حيوان. قال له انا عايزك تحفظ الاسم قبل ما تبقى خص، وممكن اجيلك في اي وقت وفي اي مكان، والرصاصة التانية هتبقى في نص دماغك. قال له ليه؟ هي فين اصلا الرصاصة الاولى؟ قال له هتلاقيها في الكاس اللي انت بتشربه يا بهيم. والبهيم بيتصدم وبيعرف ان دي رسالة من القائد، واللي هو يعني هوصل لك في اي وقت وفي اي مكان. اما بقى شنكر فبيرجع مرة تانية على ارجو، وعلى امل ان هو يديله معلومات عن ستيفن اللي قالب الدنيا عليه من 5 سنين، وبيقول له اسمع بقى من الكلمتين دول وفيهم الزتونة. من كام يوم طلع شخص جامد جدا وخلص على عصابة افريقية بيتاجروا في المخدرات وكل حاجة، وبيديله ملف فيه صور كتير ومعلومات اكتر المفروض انها هتخليه يقدر يوصل لصاحبه ستيفن اللي بيدور عليه بقاله 5 سنين. وقال له اسمع بقى، الفلاشة اللي معاك دي فلاشة سرية جدا والمعلومات اللي فيها في منتهى الخطورة، يعني خلي بالك اول لما تشوف المعلومات دي تمسحها فورا علشان لو وقعت في ايد حد هتفتح عليك ابواب الجحيم. وبالفعل بعدها بياخد الفلاشة وبيوصل البيت وبدأ يشوف الصور بتاعت ستيفن لحد ما قفش صورة منهم وبيعمل عليها زوم. وهنا بقى بدأ يشغل دماغه وعمال يقول انا شفت الخاتم ده فين قبل كده،
كده، فبدأ بسرعة يراجع الصور اللي كان بيصورها في الحزب. وهنا بتحصل الصدمة علشان بيكتشف ان ستيفن يبقى هو بنفسه صاحب عمره ابراهام. يعني البطل بتاعنا ابراهام كان ماسك منصب كبير جدا في الحزب، ومش اي حزب، ده الحزب الحاكم بتاع الدولة، وكان هو الدراع اليمين بتاع رئيس الوزراء، واللي هو نفسه يبقى ابو جان وابو البنت الجميلة اللي اسمها رانو. والمفروض ان ابراهام اختفى من 5 سنين ولحد دلوقتي محدش يعرف عنه اي حاجة، بس طبعا كان عامل لهم رعب في حياتهم، اكشن ودمار من تحت الترابيزة، واللي بيجي تحت ايده ما كانش بيرحمه. المهم بتعدي ايام وشانكر كان قاعد في امان الله، وفجأة لقى شوية رجالة كده متجمعين عليه واخدوه المكان بعيد ما فيهوش صريخ ابن يومين. وبعدين سألوه القمر بقى عايز ايه من ستيفن، وبقالك فترة بتدور عليه. قال لهم ايه ده، هو انتوا تبعه؟ ده صديق الصدوق وصاحب الروح بالروح، وعايز اعرف هو فين. فالراجل بيسأله مرة تانية وقال له اخلص وقول لي انت عايزه في ايه. قال له لا انا معايا معلومات مهمة ومش هينفع اقولها لاي حد غير ليه هو بس. فالراجل بص لواحد منهم وهوب رشق في رقبته حقنة مخدرة، وفي ثانية الا ثانية الواد فرفر في ايديهم زي البطة البلدي، وهوب شالوه وحاطينه في الطيارة. اما بقى جان فكان في اللحظة دي بيأمر المساعد بتاعه ان هو يمحي كل القضايا اللي عليه علشان يعرف يركز في الحزب بتاعه الجديد. وشريكه السفاح التاني اللي اسمه راج فبيخلي الواد منى دراعه اليمين هو اللي ينزل الانتخابات مكانه علشان ما يبقاش هو اللي في الصورة، ويكمل في الجرائم بتاعته من ورا الستارة، ويفضل يقتل في الناس الغلابة وما يعرفش ان نهايته اوسخ من نهاية كلب جربان في الشوارع على ايد بطلنا زياد، واللي هيبقى مفاجأة الفيلم. وبنرجع مرة تانية لشانكر اللي اخيرا بيوصل بالسلامة، ويا دوب لسه بيفتح عينيه لقى نفسه في وسط مكان مقطوع وغابة في منتهى الرعب، والواد يا عيني لسه بيفوق وبياخد نفسه، ويا دوب لسه بيفتح عينيه لقى واحد طول بعرض واقف قدامه وبيقول له شانكر وحشتني يالا، وانا عارف ان انت تعبت كتير علشان توصل لي. وشانكر قام من مكانه وبيقرب عليه، وابراهام بقى قال له انت لازم تعرف انهم بيستخدموه علشان يعرفوا مكاني. عارف ليه؟ لانك يا صاحبي غلبان وبتثق في الناس بسهوله، واسمع مني النصيحه دي، مش اي حد تثق فيه يا صاحبي. وكان معنى كلامه ان في حد خاين بيحوم حواليه، لكن شانكر لسه ما يعرفوش. وبعدين بيكمل كلامه وقال له لو انت جاي علشان تقول لي ان راج وجان اتحدوا مع بعض في الانتخابات فما تقلقش، انا عارف كل حاجه كويس، واحب اقول لك ان انا عامل زي الاخطبوط محوطهم في كل مكان من غير ما اي حد منهم ياخد باله. يعني انا ستيفن وانا ابراهام وانا الملاك وانا الشيطان، واي مصيبه هتحصل فيهم اعرف ان انا اللي وراها. وبنصحك نصيحه اخيره، خلي بالك من نفسك كويس. واخر حاجه اقولها لك، سامحني يا صاحبي علشان انا كمان استغليتك واستخدمتك زيهم، وانا اللي جبتك هنا علشان اخليك طعم واصطادهم بمزاجي. وهنا بقى بنكتشف الكارثه الكبيره، وان جاك اللي ادى المعلومات لشانكر طلع خاين ويبقى ابن راج. يعني ابراهام كان بيحذره ان هو ياخد باله ويحرص من التعبان اللي اسمه جاك، لانه بياخد منه معلومات وبيروح يوصلها لابوه السفاح الكبير. وهنا بقى بنشوف الواد ده بيسال جان هو انت ليه خايف منه قوي كده مع انه ساب الحزب من 5 سنين؟ قال له خايف منه بس اصلك غلبان ما تعرفش مين هو ابراهام، ده نابو ازرق ولو حطينا في دماغه هيدمرنا كلنا. ده لما كان معانا في الحزب كان بيقدر يمشي كلمته على اي حد حتى على ابويا نفسه. يعني انا كده مش هعرف اعمل اللي انا عايزه بمزاجي، وهلاقيه طب فوق دماغي وهيبوظ لي كل الخطط اللي انا عاملها. وبنسيبهم وبنروح للمترو في وسط الناس اللي بيكونوا راكبين في امان الله، وساعتها بيسمعوا صوت صفاره وكانها قنبله وموجوده في شنطه وملهاش صاحب، فطبعا بيخافوا وبيبلغوا الحكومه والامن القومي، والدنيا كلها بتتقلب. وبيوصلوا للشنطه اللي اول لما فتحوها بيلاقوا فيها جثه الواد بتاعه العصابه الافريقيه اللي ابراهام خلص عليه. ولما البنت الامريكيه بتاخد جثته للمشرحه بيلاقوا فيها شريحه، وده بقى ابراهام خلاه يبلعه غصب عنه علشان يبعت لهم المعلومات اللي عايز يوصلها لهم. والمعلومات دي بتكون التاريخ والمكان والزمان اللي هيتقابل فيه هو وكابونجا زعيم العصابه الافريقي. وطبعا اول لما عرفوا انهم هيتقابلوا في دوله من الدول الشرق الاوسط في ثانيه الا ثانيه بعتوا لهم قوات وكلهم مسلحين باحدث الاسلحه، وعلى راسهم الضابط جينا، واللي اول لما وصلوا هناك بيتوزعوا في كل مكان وبيراقبوهم من بعيد وقناصه فوق كل مبنى. وقد كان بيوصل الوحش بتاعنا ملك الغابه الاسد ابراهام داخل باسطول عربيات ولا كانه رئيس جمهوريه بذات نفسه، حاجه كده اخر فخامه، وماشي في وسط الرجاله وعمال بيتمخطر. وهوبا مره واحده بيقوم لافف جسمه كله وبص الكاميرات المراقبه وكانه بيقول لهم انا عارف ان انتوا بتراقبوني بس انا اللي جايبكم هنا شويه بقر. وطبعا كلهم شايفينه مصدومين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. وبعد ما دخل جوه لقى كابونجا
كابونجا بيتفق معاه وقال له اسمع بقى، احنا في بينا اتفاق من الاول. قال له لا يا حبيبي استوب لحد كده وما تكملش كلامك، احنا لسه ما اتفقناش على اي حاجه ولسه قاعدين اهو وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكابونجا بقى ما عجبوش الكلام وقال له لا انت هنا في ملعبي وعكر داري، يعني اللي هقوله هو اللي هيتنفذ وجزمتي فوق رقبتك. وهوب قامت خناقه ما بينهم. وجينا اول لما بتسمع صوت الرصاص جاي من كل مكان، فبتقول للقائد الامريكي لا مش هينفع استنى لحد كده وانا هقتحم المكان حالا. قال لها استني يا غبيه، استني لحد ما اديك الامر. لكن هي تجاهلت كلامه تماما وما سمعتش الكلام، وبتاخد الرجاله ولسه هيدخلوا وعليا وعلى اعدائي. وهوب المكان بينفجر وكلهم بيطيروا في الهواء كانهم شويه ورق وبينزلوا على الارض، وهي يا عيني بتترمى على العربيه وبتقع فوقيها زي زرعه البصل. كل ده وكل القاده الامريكان شايفين اللي بيحصل من الكاميرات، وطبعا اتصدموا اول لما شافوا المكان كله اتنسف واتساوى بالارض ومفيش اي حد فيهم عايش. وبكده ابراهام مات هو كمان والله يرحمه. والخبر بدا يتذاع على كل الفضائيات والاعلام والصحافه، وكل الناس بدات تتكلم عن اخونا اللي مات ابراهام. ومش بس كده، ده كل القنوات الدوليه بتاكد الخبر، والكل بيكون في منتهى الصدمه والحزن عليه. وطبعا كل البلطجيه واصحاب النفوذ اللي عايزين ينهبوا البلد كانوا في منتهى الفرحه والسعاده والانشكاح. اما الناس الغلابه كان ده بالنسبه لهم يوم اسود والحزن ملأ قلبهم. وبعد كام يوم بنشوف الظابط جينا بتكون فات والحمد لله من الغيبوبه، والعقيد بيقول لها على فكره الظابط جاك اللي انت كنت مستعده ترمي نفسك في النار علشانه طلع خاين وعامل مزدوج، وكان فعلا شغال مع عصابه كابونجا، وابراهام هو اللي خلص عليه في الصحراء، يعني ما كانش بينفذ مهمه والسلام زي ما انت كنت فاهمه، وانت يا دوب بالنسبه له كنت مجرد طاع. وسابها وخرج وهي في منتهى الصدمه. وبعد كام يوم بتحصل المفاجاه الثانيه، وبنشوف البرنسيسه رانو بتقرر ان هي تبقى رئيسه الحزب مكان اخوها. ومش بس كده، دي كمان هتنافس الحزب بتاعه وبكل قوتها. واخوها الجبان بقى ما كانش عاجبه الجو ده علشان عارف ان هي طيبه ومحترمه والناس كلها بتحبها وبيثقوا فيها، ومتاكد ان هي هتاكل الجو منه. فبيتصل عليها وقال لها اسمعيني كويس قوي في الكلمتين دول، وبنصحك نصيحه لله، عايزه تعمليها تعمليها، مش عايزه براحتك. بلاش تمسكي الحزب بتاع ابويا، ولو انت خايف على نفسك بلاش تروحي بكره المؤتمر اللي انت عايزه تعمليه، وافهميها زي ما تفهميها. ايوه بهددك ومحدش هيمسك رئاسه الوزراء غيري. فالبنت بتسمع الكلمتين وبتقول له لا انا هنزل وكلامي هو اللي هيمشي، اخرك وهاته يا دلدول السفاح اللي اسمه راج. وفعلا كانت بنت بس ب 100 راجل، نزلت كده ووقفت بكل قوه وشجاعه، والناس كلهم بيحيوها وفرحانين ان هي اللي هتمسك الحزب. وفضلت تتكلم معاهم بكل مصداقيه عن كل اهداف الحزب، وهتساعد كل الناس الطيبين اللي عايشين في المدينه، وهتعمل المستحيل علشان تمنع البلطجه ويكون في مساواه ومفيش فرق ما بين هندوسي ومسلم ومسيحي، واللي هيحاول يعمل فتنه هيبقى مكانه السجن ايا كان مين. بس هل الشياطين هيسيبوها في حالها؟ طبعا لا، دول ناويين على نيه سودا، ومش في اي يوم، ده النهارده، علشان مره واحده راحوا ضاربين كرسي في القلوب وهوبا ستوب والدنيا ولعت، والضرب بدا في كل مكان، والناس بدات تتفرق عن بعضها. والرجاله بتوعها بقى شافوها في الموقف ده قالوا لا ده احنا نفديها بروحنا، وبسرعه بيطلعوا اوام قبل ما النار تولع فيها. ويا دوب لسه بينزلوا لقوا رجاله راش حواليها في كل مكان وناويين يقتلوها. فالرجاله بتوعها خدوها وبيهربوا من المكان باقصى سرعه لحد ما دخلوا في الغابه دي وهاتك يا جري. لكن الصدمه بقى انهم ما يعرفوش انهم واقعين في فخ ورا التاني، وقد كان اول راجل وقع في الفخ واختفى، واللي بعديه بيحصلوا لحد ما بيختفوا واحد ورا التاني ورا التالت، وفي الاخر ما تبقاش حد الا هي وواحد فيهم. فبتقع مكانها وهي مش قادره تجري، والراجل بتاعها بيقرب منها علشان يقومها بسرعه، لكن هنا بيلاقي واحد رافع عليه السلاح. ومش بس كده، ده جاي ومعاه كل رجالته وحالف ما يحلهم. بس على مين يا حزين؟ ده انت ليلتك زي التين على دماغك ودماغ اللي جابوه، علشان بيلاقي قناصه نصوب عليه السلاح، هتضرب هنضرب، وشكلها كده هتبقى مدعكه واعدام جماعي. وفجاه بيظهر الوحش بتاعنا ابراهام البطل التنين ابو قلب جامد ومتين، وبنعرف ان هو لسه عايش وما ماتش علشان ما ينفعش ان هو يموت، لان لو مات الفيلم هيبوظ. المهم البطل بتاعنا ما عجبوش الوضع ده ومشي بمبدا البلد اللي ما حدش يعرفك فيها شلح ودمر فيها. وقد كان بيشلح الجلابيه بتاعته وربطها في نص هدومه وقال لهم تعالوا لي بقى ياض بينك ليه، علشان هتغابه وهقعدك على سن الدبابه. ونزل فيهم خبط ورزع وعجن وضرب وكانه مدرس وعمال بيطوح شويه كشاكيل. قام واخد اول واحد مقص في الرجل، والتاني خبطه في البطن، والتالت تكسير في الظهر وكانه فطاطري وبيعجن العجين. كل ده ورانو واقفه بصله ومذهوله مش مصدقه ان هو لسه عايش. بس هو اضطر يظهر
يظهر ويبان علشان ما هنش عليه يسيب اخته تموت قدامه، علشان ابوها هو اللي رباه والبنت دي بالنسبه له اخته اللي عاش معاها كل طفولته. لكن السؤال هنا ازاي لسه عايش والمكان اتفجر باللي فيه وكل الاعلام والقنوات اكدوا ان هو مات؟ ودلوقتي هنعرف ايه اللي حصل. وفي نفس اليوم اللي كان قاعد فيه مع كابونجا اللي حاول يغدر بيه بس ما لحقش علشان التنين كان جايب معاه دراعه اليمين، بطل الابطال الطفل الصغير اللي شاف عيلته ماتوا قدام عينيه. زياد نزل من السقف نزلة معلمين وغربلهم كلهم في ثانيه الا ثانيه، والواد ايه باين عليه طلع اسد، اللهم لا حسد. وبعد ما خلصوا على العصابه الافريقيه بنشوف ابراهام بيقلع الخاتم بتاعه وبيرميه على الارض علشان لما المكان ينفجر يعرفوا ان هو مات. ومش بس كده، دول كمان كانوا محضرين نفسهم وعاملين مخبأ من تحت الارض وبيهربوا منه في الاخر، وفي النهايه بيفجروا المكان كله علشان المكان كله بيتساوى بالارض وما يعرفوش مين مات ومين عاش. وبنرجع مره تانية للاحداث بتاعتنا وبنشوف ابراهام بيتكلم مع اخته رانو وقال لها اسمعي كويس، لما تروح البيت هتلاقيني سايب لك رساله اقريها كويس واعملي اللي فيها بالحرف الواحد. فالبنت لما راحت لقيته فعلا كاتب لها رساله واللي هي عباره انت لازم تترشحي مش بس رئيسه الحزب، ده كمان لرئيسه الوزراء مكان ابوكي. ومش بس كده، ده كمان طلب منها انها تخلي اعضاء الحزب يقدموا فيها شكوى علشان يتم القبض عليها وقت الانتخابات. وفعلا راحت المجلس وعرفتهم انها تترشح، والناس كلهم كانوا طايرين من الفرحه علشان عارفين انها طيبه زي ابوها مش زي اخوها الخسيس اللي باعهم وحط ايديه في ايد الشيطان. وعملوا زي ما هي طلبت منهم بالظبط علشان في يوم الانتخابات بيوصل رئيس النيابه وقال لها انا اسف في بلاغات كتير متقدمه ضدي ولازم تيجي معانا. فبتقول له بس كده؟ انا هاجي معاك بس بشرط عايزاك تحط الكلبشات في ايدي ساعتها بس هاجي معاك. وقد كان بينفذ الامر وبيكلبشها قدام كل الناس وبالصلاه على النبي كده واخدها وطالع بيها على الاسم وخارج بيها من القاعه. والدنيا بقى من هنا قامت ما قعدتش وهي بتقف قدام الكاميرات وفخوره قوي انها متكلبشه. وفي نفس الوقت بنشوف اخوها جان وارجون كانوا مسافرين علشان يقابلوا السفاح اللي اسمه راج، لكن وهم ماشيين في الطريق وعمالين بيتمخطروا بيلاقوا عمود وقع قدامهم وحسوا انه في مصيبه مستنياهم. فبيرجعوا مره تانية بالعربيات وهوبا لقوا الجاموس معدي وقفلوا الطريق هم كمان واتعمل عليهم كماشه. وهوبا بيطلع عليهم رجاله ابراهام وهاتك بقى يا ضرب نار من هنا للصبح، وخلصوا عليهم واحد ورا التاني ورا التالت، وفي الاخر بيخطفوا جان والمحروس اللي اسمه منى. اما بقى الخاين بتاع ارجون فكان مستخبي تحت العربيه زي الكلب البلدي. كل ده ومش عارف مين هم الناس دول ولا عارف تبع مين. واخيرا بينفد بجلده ورجع لابوه وقال له على المصيبه اللي هو شافها. اما بقى جان اول لما بيفوق بيشوف حد بيقرب منه وبيتصدم اول لما شاف ابراهام وقال له هو انت اللي عملت فيا كده؟ انت يا اخويا يلا ابويا رباك وخلاك واحد مننا. وابراهام بقى مسكه غسيل ومكوى ونشر له غسيله الوسخ والقرف اللي هو بيعمله لما حط ايده في ايد الشيطان. وجان بعد ما سمعه قال له لا اوعى تفكر ان انت هتقعدني قدامك كده زي التلميذ وتفضل تقول لي كلام انشا لا هيودي ولا هيجيب، ومن الاخر كده قول مهما تقول كلامك ده مش هياكل معايا. وابراهام بعد ما سمعه تجاهل كلامه تماما وبيتصل على مين؟ على السفاح راج وقال له اسمعني بقى كويس يا ديل الكلب، انت انا عارف تاريخك الاسود كله وكاتم في قلبه وساكت، وصدقني انا عامل زي البركان اللي لو انفجر هياكل الاخضر واليابس وانت اولهم. وكنت عارف كويس اللي انت مقدم بلاغات ضد رانو وانت اللي دخلتها السجن وتخرجها زي ما دخلتها. ومش بس كده، لا ده انت تخلصها من كل التهم اللي انت لفقتها لها، يعني من الاخر كده تطلعها لي فله شمعه منوره زي الشعره من العجينه. كل ده وقبل غروب الشمس. غير كده انا هنفذ الخطه بتاعتي والبركان اللي جوايا هينفجر. وقفل في وشه وخلى شكله في منتهى الرخص. وبنعرف ان هو خلى اعضاء الحزب مثلوا انهم في صف راج ويدخلها السجن، وعمل كده علشان يحميها منهم لحد ما يخلص حسابه معاهم كلهم، لانه كان خايف ان هم يختلوها. علشان كده عمل الخطه دي. وقبل ما يمشي ويسيب جان فلقاه بيساله هو انت مين يا عم بالظبط؟ كل يوم بشخصيه وبشكل مختلف. هو انت ملاك ولا شيطان؟ قال له ما تشغلش بالك، انا ملاك مع كل الناس الطيبين وشيطان مع كل البلطجيه والفاسدين اللي زيك واللي زي راج، وانت بالنسبه لي عيل نايتي مالكش اي لازمه بالنسبه لي، وابوك بس اللي يعرف عني كل حاجه. وبص للرجاله بتوعه وقال لهم اتصلوا بزياد حالا. واخيرا بيظهر الوحش اللي احنا مستنيينه من اول الفيلم علشان ياخد بطار ابوه وكل عيلته المسلمين. وفي نفس الوقت بنشوف راج اكل الطعم واعلن عليهم الحرب، مش علشان جان ولا علشان منى دراعه اليمين اللي غار في داهيه ومات، ده علشان ابنه المخطوف واللي كان عايز يعرف فين مكانه. وفعلا بيعرف مكان ابنه مخطوف فين، والمكان ده بقى هو المفاجاه علشان بيكون نفس القصر اللي قتل فيه كل المسلمين من سنين
كتير فاتوا، وهم يا دوب دخلوا من هنا وشافوا متعلق زي الذبيحه من هنا، والواد يا عيني متشخرم وضايع وعمال يقول لهم ارجعوا ارجعوا قبل ما تموتوا انتوا كمان. وقبل ما يكمل كلامه الواد بينفجر ويتحول لاشلاء هنا وهناك وغار في داهيه هو كمان. طبعا راج بيتجنن وعمال يصرخ باعلى صوت وانت فين يا دكر وتعالى هنا زي الرجاله بدل ما ادخل واجيبك زي الحريم. ويا دوب بيعدي ثواني وبينزل لهم الوحش اللي ما بيريحش، الاسد بتاعنا ابراهام. ويا دوب راج شافه من هنا وقال لي رجالته قطعوه مليون حته واقتلوه حالا. تقتل مين يا حزين؟ ده الاسد واقف مكانه وما عملش اي حاجه، لان رجالته واقفين من فوق وشغالين ضرب نار ما شاء الله عليهم وكانهم في موسم صيد البط في الفيوم. ومش بس كده، ده باب القصر بيتقفل عليهم وهيا بنا على القتال، علشان بيظهر زياد اللي داخل عليهم زي الاسد وعينيه كلها شر وانتقام واللي اخيرا هيشفي غليله. وانا عن نفسي مستني المشهد ده من اول الفيلم. وابراهام قال لي زياد صدقني يا ابني انا كنت عايز اخلص على الكلب ده بايدي، بس انا سبتهولك علشان تطفي النار اللي في قلبك وفي قلبي. ومش عايز بقى اوصف لكم المشهد قد ايه كان عظمه، اكشن ما شفتهوش من 50 سنه قبل كده. نزلوا هما الاتنين زي الوحوش ومن غير اسلحه قصاد 50 نطع وكل واحد فيهم معاه السيف بتاعه، والاتنين داخلين كانهم اسدين قصر النيل اسود جعانه. دخلوا على شويه خرفان، ضرب هنا وهناك قلبان، وفضلوا شقلبوا فيهم فوق وتحت شمال ويمين وخبطه فوق وخبطه تحت وشحط محت وهو على الفحم. والواحد منهم من كتر ما هو جامد جمدان فكان بضربه من هنا وحركه من هنا كان بيخلص على 2 3 وبخبطه واحده. ومش بس كده، دول كمان دخلوا على المستوى الثاني، كل واحد فيهم مسك السيف وهيا بنا على الحرب والقتال. والاتنين مسكوا سيف واحد، ده يخلص على شويه ويحدفوا على الثاني، وهوبا ده يخلص على اللي معاه وبيحدفوا للقائد بتاعه ابراهام، وهوبا ابراهام بيخلص ويحدف السيف لزياد وكانهم دخلوا المذبح وبيذبحوا البقر والجاموس علشان عيد الاضحى، لحد ما خلوهم جثث فوق جثث. كل ده والباقي فراج واقف وعمال بيتفرج، بس من جواه كان هيموت من الخوف، واللي هو يعني بعد السنين دي كلها اتعلم عليا وعلى كل رجالتي. وفي معركه واحده فبيتجنن وبيمسك الحديده، وكان لسه هيغفل زياد ويقتله، لكن ابراهام مسك ايديه وبص له بصه اسد جعان، واللي هو يعني هتضرب مين يا حزين؟ ده انا هخلي ليله امك طين. وحطوهم هما الاتنين في النص وفضلوا يشكلوا عليه شمال ويمين وبوكس في الجنب وضربه فوق وضربه تحت، والحقيني ياما انا اتشلوحت لحد ما خلوا وش امه بقى وش شوارع، وهو نطع ويستاهلها. ويا ريت بقى الموضوع خلص لحد كده، لا مش ناويين يخلصوا عليه زي الباقيين، دول هيوروه عذاب الدنيا قبل ما يوصلوه الاخره. علشان ابراهام بص لزياد وقال له زياد ادخل عليه ودمر امه، وقبل ما نقتله عايزك تكسر كل عظمه في جسمه. وقد كان دخل عليه دخلة معلمين، ومش هرحم امك يا ابن الغدارين، نازل فيه ضرب بكل غل. عمري ما شفت حد بيضرب حد بغل بالشكل ده، ومسك دماغه وهوب رزعها في الحيط. ومش بس كده، ده نازل بالبوكس على دماغه ضربه يمين وضربه شمال لحد ما خلى المخ كله مش شغال. ننزل بقى على الكتف والرجل وحبه في البطن والظهر لحد ما خلاه مش قادر يتنفس، وكانه بيقول يا عم اقتلني وارحمني من العذاب اللي انا فيه. وقد كان بيجروه زي خروف العيد، ومش هنقتلك زي العبيد، لا ده احنا هنقتلك في الطين زيك زي اوسخ كلب جربان. وهنا بقى خلاص عرف ان هو ميت، فقال لي زياد انا عايز اسالك سؤال واحد بس قبل ما اموت، انت مين؟ فرد عليه ابراهام وقال له هو الوحيد اللي اتبقى منهم وشافك وانت بتذبحهم قصاد عينيه، بس انت كنت حمار من غير ديل علشان انت ما شفتهوش. ومسك السلاح وبيعمره وبيديها لزياد، واللي هو يعني خلص عليه كل الطلقات اللي جوه. وقد كان زياد مسك السلاح وحرفيا بيغربله، ومن صعوبه المشهد مش هقدر ابين لكم ده. واخيرا رانو بتخرج من السجن وبتاخد براءه وفي وسط المظاهرات، وبتوعدهم ان هي بعد كده هتقضي على كل الظلم والطغيان ومش هتسيب حد فيهم يبات مظلوم، لحد ما بيجي الدور على جان خلفة العار، واللي اخيرا بيجهز علشان يرجعوه لبيته وحياته. ولما خرج من المكان اللي هو مسجون فيه اكتشف انهم خاطفينه في محطة غاز وفي وسط المحيط، يعني لا راج ولا 200 واحد زيه كانوا هيقدروا يوصلوا له. وفي الاخر ابراهام قال له انا هديلك فرصة تختار، يا اما تطلع راجل وتمشي في طريق الخير وتبقى دراع اختك اليمين وتنفذ كل اللي هي هتقول عليه، او كمل في طريقك زي ما انت عايز بس ما تزعلش مني على اللي هعمله فيه، وانت عارف كويس انا ممكن اعمل ايه. فبيحطه في بقه جزمه وبيركب الطياره ومع السلامه باي باي. وهو ركب الطياره من هنا وساعتها بيجي مكالمه لابراهام من زعيم مافيا صيني، وقال له اسمع بقى الكلمتين دول، انت قتلت الزعيم كابونجا وده بقى انا كنت بعتبره اخويا، وكمان قتلت جاك الجاسوس بتاعنا في القاعده الامريكيه وبوظت لي كل الخطط اللي انا كنت عاملها. واوعى تفتكر ان الموضوع خلص لحد كده، لا يا صاحبي، كابونجا ده ما كانش شريكي بس، ده كان بالنسبه لي اخويا، وانا بتصل بيه
ليك علشان اقول لك اخ قصاد اخ، وهوب راح مفجر الطياره بتاعت جان، ومع السلامه انت بقى يا شبح، وراح بالسلامه. طبعا ابراهام بيتصدم والاول مره بيتغفل وحد بيعلم عليه، وبنعرف ان في جزء كمان شكله كده هيبقى نار ودمار اقوى بكتير من الجزء ده، واللي مستنيه يكتب لي في التعليقات. بس كده، واتمنى اشوف رايك في تعليق، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، ولف لفه بسيطه كده وهتلاقي ملخصات كتير يا رب تعجبك. وان شاء الله استنوني الفيلم الجاي. سلام.